السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم استفادة عامة مع فيديو جديد معلومات جديدة. في هذا الفيديو هذا فيديو عاجل، ففيديو عاجل وخبر عاجل يلاه صدر دابا. فالملك محمد السادس كيقرر جعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيد وطني تحت اسم عيد الوحدة. 31 اللي تصدر فيه القرار الأممي حول مغربية الصحراء وحول هذه القضية هذه اللي دامت أكثر من نصف قرن. فقرر الملك محمد السادس يجعل هذا النهار هذا اللي هو 31 أكتوبر من كل عام غيولي عيد، غيتضاف الأعياد الوطنية وغيولي عيد تحت اسم عيد الوحدة. فهذا البلاغ هذا جاء من الديوان الملكي اعتبارا للتحول التاريخي اللي عرفوا مسار القضية الوطنية واستحضارا التطورات الحاسمة اللي حملها القرار ديال مجلس الأمن، واللي كان موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده إلى شعبه الوفي. فقد تقرر جعل هذا اليوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي. وقد تفضل جلالة الملك حفظه الله بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم الوحدة أو عيد الوحدة بما تحمله من دلالات وإحالات على هذه الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة المغربية. وكيشكل هذا العيد هذا مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة والحقوق ديالها المشروعة. كما أنه كيتقرر أنه يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد، والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية. الشيء اللي تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى كيف ما قلنا عيد العرش، والثانية افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية. هذا وكيحتفظ جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة بقراره وتقديره الساميين بالتوجه لشعبه الوافي في أي وقت وفي أي مناسبة كيرتسيها جلالته حفظه الله. وغيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المضفرة دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة. هذا ما كاين في هذا الفيديو هذا. بارطاجيو هاد المناسبة هذه، هذا عيد الوحدة مع الناس باش تكون في خبرهم أن هذا النهار هذا نهار اللي هو كبير عند المغاربة، لدرجة أن صاحب الجلالة صدر قرار بأن يكون عيد وطني تحت اسم عيد الوحدة. هذا ما كاين في هذا الفيديو هذا. كنتمنى المعلومة وصلتكم، بارطاجيوها مع الناس باش توصل المعلومة للجميع. وإلى اللقاء في فيديو آخر. والصحراء مغربية والمغرب في صحرائه وغتبقى ديما مغربية. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.